انت مالك وانت ايش دخلك؟ ايوه بس برضو يعني وانت ايش دخلك بين الاخوات؟ ايوه مش ما انت شايله وفي قلبك ومعبيه كده، كنت قلتي ما حدش عايش في ظروف حد يا ست رشا. مظبوط صح. اكيد غيده جايباني البيت. يا زوزو صباح الخير. صباح الفل يا غيده، عامله ايه؟ خدي يلا خدي عموري اهو. ربنا يقويكي يا رب. انا هنزل بقى اروح الشغل. بصي جانا في الحضانه ناني هتجيبها على هنا وهي جايه ما تطلع. والاكل عندك والببرونه والحاجه. معلش يا بنتي خلاص احنا بقى لنا قد ايه على الوضع ده، فخلاص حفظتي يعني. ربنا يخليك يا زو، تعبكي معايا معلش. حبيبتي احنا اخوات ما انت عارفه انا مسحوله في الشغل وابوهم ما بيسالش. ربنا يقويكي. الله يخليكي يا رب. على مهلك. ربنا يستر يا رب. لو عوزتي حاجه كلميني. ماشي. ربنا يقويها يا رب، ربنا معاها يا رب ويقويها كل يوم على الحال ده. انت لسه زعلانه يا خالته؟ معلش لا بقيت احسن دلوقتي يا عم. رحت الدرس؟ الحمد لله. الميس قالت انك شاطر النهارده ولا اشتكت منك برضه؟ لا. اوعى الميس تكون النهارده تشتكي منك. ها انت تربيتي انا، الناس لو اشتكت منك هيقولوا ان انا السبب. خليك شاطر كده. ماشي 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 يا حبيبي، ربنا يخليك. هتلاقيها ماما، قومي افتح لها. حاضر. نورة حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. رحت الدرس وجيت؟ يا غيدة عامله ايه ايه؟ زوزو عامله ايه النهارده؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت أحسن؟ عامله ايه؟ احسن الحمد يا لله. رب دايما يا حبيبتي. امين يا رب. ايه الاخبار؟ اهو الحمد لله يا غيدة. ايه زوزو متفوقي كده؟ اهو يا غيدة الحمد لله. خلاص يعني عدى عليه 4 شهور، خليكي برضو قويه كده، شوفي وراكي ايه عشان خاطر بنتك. يا غيدة ما هو الحمد لله يعني الدنيا كويسه احسن. ايوه فوقي واجري على ورق معاش جوزك لو ليه معاش. اديكي شايفه ما حدش بينفع حد. لا يا غيدة ملهوش معاش. انا كنت عايزه اكلمك في موضوع كده. خير؟ كنت محتاجه 2000 جنيه سلف. ايوه والنبي يا اختي ما معايا. افتح يا عم شوف مين. ما معيش والله يا زوزو. معكيش 2000 جنيه يا غيدة؟ انت عارفه ضغط الشغل عليا ومصاريف العيال، انت عارفه المصاريف عامله عليا ازاي، والمدارس الخاصه قاطمه وسطي. تعالي يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا رشا هنخش عامله ايه؟ العب مع ولادي جنب. ماشي حبيبي. خشي يا عمرو عشان جاهز عشان حبه ونازلين. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه دلوقتي؟ بخير. احسن؟ احسن الحمد يا لله. حبيبتي الحمد لله. انت عارفه بقى يا يا زوزو غدا ده انت لسه فاتحه مكتب جديد ما شاء الله يعني. المدارس الخاصه قاطمه وسطي، انا لسه دافعه. لو كنت قلت لي قبل ما ادفع قسط المدرسه والله يا زوزو ما اتاخر عنك. جانا وعمرو المدارس قاطمين وسطي. دول 2000 جنيه يا غدا عقبال ما لو كنت قلت لي قبل ما ادفع والله الاقساط كنت اديتهم لك، بس انت عارفه دفعت الاقساط. زوزو هو انا مش انا قلت لك انا هتصرف واجيبهم لك؟ ما انا طب قلت الله يكرمك اختي يا اولى رشا. يعني يا باشا. ايه رشا صاحبتنا وحبيبتنا. ايوه ما انا عارفه رشا اكتر من اختي، بس قلت انت اولى يعني. انا قاعده لو معايا ما بولادك طول الوقت اتاخرش. وانا اللي شايلاهم. ما انا بصراحه مش فاهمه يعني يا غدا، هي بقى لها 7 سنين شايله عيالك اكل وشرب وقاعدين هنا طول النهار ومدارس ودروس وتودي وتجيب، وانت بتروحي شغلك بس بتيجي تاخديهم على الجاهز. انت مالك وانت ايش دخلك؟ ايوه بس برضو يعني هي وانت ايش دخلك بين الاخوات؟ ايوه مش طالبه منك 2000 جنيه يعني حاجه بسيطه قوي. وانت تعرفي ظروفي ايه؟ ما انت برضو مش شايفه ظروفها هي عامله ازاي. طب ما انا برضو واحده منفصله بقالي كام سنه، 7 سنين زي ما انت بتقولي، وجوزي ما بيصرفش ولا بيسال ماشي، على بس عيالي. هي اختك وشايفه ظروفها عامله ايوه ازاي. هو انت ايه قايلهم لها عشان تعايرني ان هم عيالي قاعدين معاكي؟ هستلفهم لا يا غدا مش بتعايرك، هي عشان حاضره معانا الموضوع من اوله. انا بقالي 7 سنين يا غدا ولا بطلب منك بامبرز للعيال ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، وانا اللي كنت متوليه مسؤوليتهم لان جوزي الحمد لله كان معيشنا مستورين. فدلوقتي ايه عايزه الحساب يعني ولا ايه؟ ولا جنيه. انا بقول لك عايزاهم سلف لحد ما اخلص ورق المعاش. المفروض انت اختي، انت اللي تقفي جنبي. ما انا بقول لك لو معايا كنت اديتك. ما اللي جايه ديكي شايفه على قد اللي رايح. هو انا لو معايا كنت اتحوجت لك وسبت لك عيالي؟ انا اصلا قلت لزوزو انا اسلفهم لك. طب انا مفيش مشكله خالص في ال 2000 جنيه. انا مش عارفه انت ايه اللي مدخلك بين الاخوات الصراحه. ايوه عشان انا هي صعبانه عليا قوي. صعبانه عليكي مش انت هتديها؟ ايوه هي ظروفها خلاص هتعملي الثواب، مش لازم تعملي فيلم بقى. على فكره هي عايشه معانا الموضوع، وهي كل مره تقول لي ما تقولي لها تجيب حاجات عيالها وهي جايه، وانا اللي ما بفضلش اقول اختي مش كنت بقى عاوزه اجيب كنت بتقولي لي لا؟ كانت ظروفها كانت كويسه. ظروفها دلوقتي وحشه. انت المفروض ان نفسك تعملي كده. انت حتى وظروفي وحشه كل يوم بتجيبي لي ولادك. انت خلاص يوم ما جبتيهمش. مش عايزاه.
يعني هي أنا اللي بتحبك غلطانة. وعشان عارفه انت اللي ظروفك. غلطان. طالما انت شايله وفي قلبك ومعبيه كده كنت قلتي. المفروض يبقى الواحد عنده نظر، يعني حتى وقت الشده ما توقفيش جنبي. ما انا بقول لك لو معايا كنت اديتك، ما انا معيش. ده انت لو مش معاكي هتستلفهم لها. قلت لها قبل ما انت تيجي يا حبيبتي لو هعرف اتصرف لك هتصرف لك واجيبهم لك. لا ما كانش ظني فيكي كده يا غاده. ما يبقاش ده ردك عليها حتى، عيب قوي يا غدا. انا مش عارفه، هي ما كانتش بتتكلم، بس مش عارفه في حد كده ايه لاعب في دماغها ومتدخل كده بين لا، الاخوات ما وعايز كنتش بتكلم يفركشها. أنا عشان فركشها جوزي كان ليه؟ موجود. عشان ظروفها دي صعبانه عليا قوي ومش اختي، عشان احنا بس اصحاب ومتداخلين مع بعض، وعارفه ان هي عامله ازاي دلوقتي، وعارفه كانت الاول عامله ازاي. انت من نفسك اللي تعملي كده دلوقتي. لا انا ما معيش، لو معايا كنت اديت لها. ما هو فعلا واضح ان ما معكيش. ما معيش. مظبوط، انت اللي ما عندك حدش حق. عايش في ظروف حد يا ست رشا. مظبوط صح. طالما انت ومحدش معاكي بينفع حد. ابقي ادي. صح، ما حدش بينفع حد لا ما دلوقتي. حدش بينفع حد فعلا. صح. واللي بينفع بيعاير بعد كده. طب يبقى شوفي بقى حد كمان يجيب عيالك من المدرسه ويوديهم تمارينهم زي ما هي كانت بتعمل كل حاجه بقى. يعني هي بقت كده يا واحده زوز. تقعد بيهم يا غاده، شوفي هتديها كام في الشهر. شوفي هتاخد بقى كام منك بقى. مش يا ست زوز متشكرين. العفو يا ما تبقيش غاده. تتصلي بقى تقولي لي هاتيهم يلا يا ولا. والله ما صعبان عليا غير العيال اللي هيتشحططوا. انت عملتي عليكي وزياده يا زوزو، انت عملتي والدنيا معاكي كانت كويسه، المفروض هي من نفسها. انا اصلا بقى كنت جايه لك النهارده عشان جايبه لك شغل كويس قوي. بجد يا باشا؟ وهتبقى بتشتغلي كمان من البيت. طب حلو قوي عشان ما اسيبش البت لوحدها ايوه، وانزل. وتبقي قاعده في البيت طول النهار وبراحتك ومفيش، وكمان المرتب حلو جدا. طب الحمد لله، ربنا بيعوض. الحمد هنجيب لله. لك هنا اجهزه ونجيب لك حاجات وهتشتغلي كول سنتر من انت في البيت. حلوه قوي، ماشي يا باشا انا وانت اصلا موافقه. في الانجليزي كمان لغتك حلوه جدا. الحمد لله. ومش هتبقي محتاجه لحد. ولو على 2000 جنيه اللي انت كنتي محتاجاهم انا جبتهم لك النهارده معايا وانا جايه. يا بنتي رحتي استلفتيهم من مين بقى؟ انت مالكيش دعوه، انا اتصرفت وادي ال 2000 جنيه هم اللي انت محتاجاهم ربنا لحد يخليكي ما يا ظروفك باشا. تتظبط. وبعدين انت اللي عودتيها على كده. ما انا قلت اختي واحنا لينا غير بعض يا ما انا باشا. عارفه، بس اتفضلي بقى هو لما احتجتيها انت دلوقتي. مش اول مره بصي انا تعمل. مش بسخنك على اختك، بس دلوقتي اللي احنا فيه دلوقتي، الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي ديت ما بقتش زي زمان. كل واحد بيشوف نفسه الاول ايه. هي صح. شايفه نفسها ان عيالها، ان تمارينهم، ان المدارس الخاصه اللي هي مودياهم، صح. لكن ما شافتش ظروفك ان انت اللي بقيتي تعبانه وانت كنت شايله كل ده، وجوزك كان بيقول لك شيلي واعملي. لا صح. اختي واصرف واعمل. ما كان معايا فبقول مش مشكله. معلش ما حدش بيتعلم ببلاش. صح والله. خليها هي تشوف هتروح تدفع بابا للناس قد ايه عشان يخلي بالهم عشان على اولادها. ايوه، واللي هيودي واللي هيجيب ومش هيخلي بالهم والمدرسين. عليهم وهيبهدلوا وهتشوفي. انت ربنا هيقعد لك في بيتك وفي عيالك ان شاء الله يا رب. وفوقي بقى وشوفي بيتك وشوفي بيتك. خلاص ماشي يا باشا، ربنا انت يخليكي عايزه ليا يا مني رب. حاجه تانية؟ الله يخليكي، تسلمي ربنا لي يا يخليكي رب يا يا باشا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. ما جاتش من القريب والله. معلش الحمد لله. الحمد يلا، لله. السلام عليكم. عليكم السلام. كده يا غادة تعملي معايا بقى كده بعد كل ده. شوفي بقى مين هيشيلك عيالك ولا يحافظ عليهم. بكره ترجعي تندمي. ربنا يخليكي يا باشا يا رب.